جماعه وكلاسيكو الدوري. الحلقه اللي فاتت انا كنت اتكلمت عن ميسي وقلت ان الراجل مستواه السنه دي اقل من السنه اللي فاتت، وان في ماتشات ما كانش موجود فيها خالص، وان ميسي الطبيعي بتاعه ان هو حتى لو وحش بيحط جون بيعمل اسيست، انما يبقى الماتش بيتلعب 90 دقيقه وما يظهرش خالص، دي حاجه ما كانتش بتحصل. واحنا شفناها السنه دي في الماتش بتاع ليون، ماتش فيا ريال، ماتش بلباو، ماتش اتلتيكو مدريد، الماتشين حتى بتوع ريال مدريد. فطبعا بعد ما قلت الكلمتين دول جمهور برشلونه دخلوا وعملوا عليا حفله في الكومنتات، وانت ازاي تقول كده وده ميسي وبتاع. يا جماعه ميسي طبعا اعظم لاعب في التاريخ وعلى عيني وعلى راسي، بس انا بتكلم في حاجه انا شايفها. ميسي السنه دي مستواه اقل من السنه اللي فاتت، ممكن يكون عنده مشكله مع فالفيردي مثلا، طريقه لعبه مش مريحاه، عنده اجهاد في حاجه بيفكر فيها. انها اللي بيتفرج على برشلونه وبيحب ميسي كويس عارف الكلام اللي انا بقوله ده صح. بما ان كان في كلاسيكو يوم الاربعاء في الكاس وكلاسيكو يوم السبت في الدوري، بصراحه انا مش حاسس ان ده كلاسيكو بتاع زمان لما كان موجود رونالدو. تحس ان الماتش ليه شكل تاني. رونالدو قدام ميسي والجماهير قاعده مستنيه مين هيكسب. طبعا كده كده جماهير برشلونه بتبقى نازله عارفه ان هم يكسبوا عشان خاطر ميسي. جماهير ريال بيبقى عندها امل شويه ان هم يكسبوا لما رونالدو يبقى موجود. انما بصراحه بعد ما رونالدو مشي تحس مش هو ده كلاسيكو الارض. الماتش فنيا قل كتير. تحس ان لا، لعيبه الريال نازله نفسيا اقل كتير، لعيبه برشلونه نازله هم خلاص كسبانين الماتش قبل ما يلعبوا. فالفيردي بدا الماتش 4-3-3 عكس الماتش بتاع الكاس بدا 4-4-2. بدا بارثر مكان سيميدو وروبرتو رجع ناحيه اليمين. برشلونه قال لك انا مش هعمل زي الماتش اللي فات ارجع لورا واستنى الريال يمسك عليا كوره ويستحوذ. لا، برشلونه نزلت ضغطه ماسكه الماتش، ما خلتش الريال يعرف يعمل بيلد اب. الريال مش عارف يطلع بالكوره من ورا خالص، بدا ان هو يلعب على الكور الطويله. لعيبه الريال حتى كمان لما الكوره كانت بتبقى مع برشلونه كانت بتحلق، بس مفيش اي لعيب في الريال عارف يقطع الكوره من اي لعيب في برشلونه، بالذات ارثر الراجل بيستلم الكوره محدش عارف ياخد منه الكوره خالص، وبيلف ويدور ويرفع عينه ويباصي ومحدش خالص عارف يقطع منه الكوره. كمان لعيبه الريال لما كانت بتقطع الكوره يعني بالضغط، وده طبعا كان قليل قوي، كانوا بيلعبوا على طول على الكوره الطويله ناحيه جونيور. وجونيور بصراحه الراجل زي كل مره ما هنقول بياخد الكوره بيعدي من واحد والتاني ويضم لجوه، يا يرفع بيمينه ودفاع برشلونه يطلعها، يا يقطع لبره ويرفع بشماله وبرده دفاع برشلونه يطلعها. جاريث بيل تقريبا لعب حوالي 60 65 دقيقه، انا بصراحه ما حسيتش بيه خالص. كارفخال كمان، وحتى نص ملعب الريال كله تحس ان هو ما كانش موجود. لعيب برشلونه من كتر الضغط ومن كتر ما هي ماسكه كوره الريال تحس ان هو ما جاش الماتش. حتى الجون الاول اللي برشلونه دخلته شفنا ميسي استلم الكوره في نص ملعب لوحده خالص وحطها راكيتيتش اخد الكوره وماشي بيها. المفروض ان كروس هو اللي بيلعب جنبه في الحته دي، المفروض ان هو يلعب معاه مان ومفروض يضغط عليه وياخد منه الكوره، ده ما حصلش. راكيتيتش مشي بالكوره اداها روبرتو خدها تاني وكمل فين وفين لما راموس لحقه وحاول يرجع معاه طبعا، لكن راكيتيتش راح للجون وحط تشيب عشان يدخل جون في ريال مدريد. وبصراحه حوار التشيب ده غريب جدا، تقريبا اي كلاسيكو لازم برشلونه تحط جون تشيب في ريال مدريد. شفنا سواريز في ماتش الكلاسيكو بتاع الدور الاول بتاع الدوري، وشفنا قبل كده ماتشات كتير قوي، فواضح ان دي حاجه اسطمبه او دي حاجه فرض لازم تحصل في كل ماتش في الكلاسيكو. طبعا بعد ما الجون دخل في الريال انا بصراحه استنيت رده فعل ليهم، ما شفتوش خالص. الريال برده فضل مش عارف يمسك كوره، اللعيبه تحس انها نفسيا واقعه تايهه في نص الملعب، مفيش اي جمله. توني كروس بصراحه يا جماعه انا مش قادر افهم هو ايه دوره مع الريال دلوقتي. الراجل لا بيعدي ولا بيشوط ولا بيكمل جوه المنطقه ولا بيدافع، هو بس بياخد الكوره يا يلعبها ناحيه اليمين يا يلعبها ناحيه الشمال يا اما بيحطها اللي جنبه. لكن بصراحه توني كروس اللعيب اللي هو البوكس تو بوكس اللي اول ما جه الريال او حتى الدور ده المفروض اللعيب يقوم بيه، مش قادر يعمل اي حاجه من ادواره خالص. الشوط الثاني انا قلت الريال هيهاجم عايز يعوض يعمل اي منظر، برده مفيش. الريال تحس ان فعلا اللعيبه ناسيه كوره، مفيش. حتى يمكن الماتش بتاع الكاس لعيبه الريال كانت بتروح وبتضيع، لا حتى اللعيبه دلوقتي في الماتش ما كانتش بتروح اصلا على الجون، يعني تحس ان هم عارفين ان هم كده كده مش هيدخلوا جون. حتى بره سولاري تحس ان هو قليل حيله، نزل فالفيردي برضه لعيب صغير ولسه برضه مش هيعرف يلعب قدام برشلونه، نزل بعد كده اسينسيو، نزل اسكو في الاخر. لا الريال واضح ان هو عنده مشكله كبيره جدا، الراجل ما عندوش حلول في الملعب. اللعيبه يا اما على طول ناحيه الشمال بيرفعوا الكوره، انت بترفع الكوره لمين؟ انت دلوقتي جوه المنطقه عندك بنزيما بس، وبيل حتى ما بيتحركش جوه المنطقه ولعب الكوره على العرضيات، وانت عندك بيكيه ولانجليه الاثنين طوال جدا واي كوره عاليه بتاعتهم. فانا بصراحه ما كنتش فاهم ايه اصرار الراجل ان هو يلعب على الكوره العاليه، رغم ان هو كان ممكن زي ما بنشوف ماتشات كتير جدا لبرشلونه عندها مشاكل في الكوره اللي على الارض او حتى في الثروات اللي بتتلعب بين الباك وبين السيرد باك. فانا مش قادر افهم بصراحه سولاري كان بيفكر ازاي. حتى لعيبه الريال لما كانت بتفكر تشوط من بره المنطقه كنا بنشوف الكوره فوق خالص في السماء، يا اما بيشوطوا الكوره في دفاع برشلونه. يمكن شفنا بيكيه عمل بلوك في كذا كوره حلوه جدا، حتى كمان لانجليه عمل ماتش عالي قوي. روبرتو حتى كان واقف صح في معظم الاوقات، كان واقف صح جدا، وجونيور ما عرفش حتى ياخد المساحات اللي كانت موجوده الماتش اللي فات. في بصراحه لقطه غريبه جدا انا شفتها وما بشوفهاش كتير خالص بتحصل في اي ماتش. بيكيه كان في اخر ربع ساعه تقريبا الكوره كانت جنب منطقه الجزاء عنده، وواخد الكوره وبيعدي من قدام تير شتيجن وبنزيما في ظهره، يعني هو واخد الكوره
بيعدي بيها بعرض الملعب قدام تير شتيجن وبنزيما في ظهره، يعني قمه بصراحه الاستهتار، او انا مش عارف ده عبط منه ولا هو قاصد. يعني يبقى مهاجم في ظهرك وانت بتعدي من قدام الجون، ده لو مهاجم رخم شويه زي سواريز او زي مثلا كافاني او زي اي مهاجم رخم، يعني لو ضغط عليك جامد هياخد منك الكره ويحطها جون. فبصراحه كان تصرف غريب جدا من بيكيه. لعيب برشلونه تحس انها الشوط الثاني كانت بتلعب 31 خلاص، لو احنا كده كده كسبانين والريال مش عارف يحط جون، واحنا لاعبين 3 ماتشات في حوالي اقل من 10 ايام، فبداوا يمسكوا كوره وفي لعبه كده عملوا حوالي 19 باص، وديمبلي الكره اتلعبت له ناحيه الشمال كان ممكن يلعبها بالعرض لسواريز ويحطها جون، بس هو شاطها على طول مره واحده وطلع بره. لعيب برشلونه نفسها تحس انها هم يعني عارفين ان هم ازاي يحطوا جون في ريال مدريد، يعني هم عارفين كويس جدا اللي هم لو لعبوا في ظهر جيلون او ناحيه في ظهر كارفاخال زي ما الجونين اللي دخلوا في ماتش الكاس، او حتى كمان زي الجون اللي دخل في الماتش ده، عارفين ان هم لو عملوا كده هيدخلوا جون. بس هم بصراحه حبوا يريحوا دماغهم ويريحوا نفسهم، قال لك احنا كده كده كسبانين والريال اصلا واقعين، فخلاص مش مستاهل احنا نعمل عليهم سكور تاني. كده ريال مدريد باي باي دوري، باي باي كاس، مش فاضل غير دوري الابطال. هل سولاري واللعيبه اللي معاه هيعملوا معجزه؟ طبعا زيدان دلوقتي مش موجود، هل هيعملوا معجزه وياخدوا الشامبيونز ليج السنه دي، ولا السنه دي هتطلع صفر؟ عشان بقى السنه الجايه نشوف ريال مدريد بقى هيعمل ايه والصفقات والمدرب الجديد. برشلونه الناحيه الثانيه اخر دفعه كبيره جدا لقدام، خلاص الكاس يعتبر بتاع برشلونه، الدوري كمان خلاص خلصوه، قدامهم الشامبيونز ليج اكيد هيركزوا فيها لان دي اهم بطوله برشلونه السنه دي وكل جماهير برشلونه مستنياها. موضوع بقى راموس وميسي يا جماعه، بصراحه راموس يعني جماهير برشلونه او حتى جماهير هنا في مصر عامه شايفينه ان هو لعيب قذر جدا، لعيب يعني كل ماتش بيتخانق مع اللعيبه اللي قدامه، وشفنا صلاح وشفنا في ماتش مع ميسي. هي دي طريقه لعبه يا جماعه. يعني انا بصراحه بشوف ان هو المدافعين انواع، في مدافع زي مثلا عندنا هنا مثلا وائل جمعه، في لعيبه بيخش ان هو ايه، انا خوف اللعيب اللي قدامي واضربه وادي له واحده كده عشان اهته، وفي مدافعين تانيين تحس ان هم بيلعبوا على الكوره ولعبهم اللي هو لعبه هادي. انما راموس بصراحه الراجل كل ماتش بيعمل مشكله، ويمكن حتى ميسي اللي ما شفناهوش يعني في اوقات كتير جدا اتعصب جدا واتخانق مع راموس، وشفنا حصل شده كده في اخر الشوط الاول، وتوقعنا كلنا ان الماتش هيسخن، بس برضه الماتش ما سخنش. كل ماتش يا جماعه بالنسبه للريال بيطلعوا بخساره اللعيب، مش اصابه او حاجه، لا على المستوى النفسي. شفنا بيل وهو خارج الجماهير كلها بتصفر عليه، شفنا كروس وهو خارج الجماهير كلها بتصفر عليه. هم بصراحه عندهم حق، اتنين لعيبه المفروض جايب كروس وبيل، اتنين من اتقل اللعيبه عندك، ومفروض ان هم يشيلوا الفرقه بعد ما رونالدو مشي، مش قادرين يعملوا كده. زي ما قلنا كروس تحس ان هو تايه في نص الملعب، بيل موجود ومش موجود، الراجل بيتضايق على طول وعايز يلعب وانت اصلا ما بتديش 10% عشان تلعب. حتى اسكو لما نزل تحس ان هو قرفان، بيباصي الكره اللي جنبه مش عايز يروح على الجون. وشفنا اللقطه بتاعته هو وميسي. لعيبه الريال كلها يا جماعه تحس ان هم فعلا يعني خسروا كل حاجه، نفسيا وقعوا جدا. انا بصراحه مش عارف يعني لو خسروا الشامبيونز ليج او طلعوا حتى من اياكس الموضوع هيبقى عامل ازاي. حتى اسينسيو اللي كان مع زيدان بينزل شماله بوم في الجون او بينزل على طول بيبقى رجله مظبوطه جدا على الجون، نازل تايه برده، اللي هو بيلعب ناحيه اليمين ولا هو بيلعب ناحيه الشمال ولا اصلا بيشوط على الجون، وبرده تحس ان هو ما فيش ثقه خلاص. يعني الراجل يعني تحس لعيبه الريال كلها فقد الثقه في المدرب، كل لعيب نازل مش عارف هو ايه المطلوب منه، مش عارف هو بيعمل ايه. طب انا المفروض ان انا كبلعب في الثلاثه اللي قدام اخش جوه المنطقه ويتلعب لي اوفر، ولا العب الاوفر؟ طب انا لو لعبت الاوفر هلعبه لمين؟ ما فيش جوه غير بنزيما. فعلا الريال تكتيكيا ضايع خالص، انا مش شايف اي شغل سولاري، حتى اللعيبه نفسها على المستوى النفسي ضايعين خالص. حاجه اخيره بالنسبه لبرشلونه، جمهور برشلونه، ماتش الريال بتاع الكاس برشلونه لعب وحش جدا والريال كان احسن ووصل لجون كتير وضيع، ولو كان عنده حد بيعرف يخلص قدام الجون كان الماتش خلص ريال مدريد. الماتش ده الريال ما لعبش اصلا، برشلونه كانوا واقفين صح في الدفاع كان ممكن يحطوا جوان كتير بس هم كسلوا. بس برضو برشلونه لسه برضو عندها شويه نقط كده محتاجه تشتغل عليها. اعتقد ان ارثر وجوده في نص الملعب مهم جدا بالنسبه لبرشلونه، لعيب بيعمل استحواذ حلو جدا للكوره زي انيستا وزي تشافي، فلعيب مهم جدا. راكيتيتش حتى كمان لو فايق بيعمل فرق، ديمبلي برضو نفس الكلام بيدي حلول قدام. فانا شايف ان هو التشكيله دي بالنسبه لبرشلونه لو اللعيبه فايقه وفي حالتهم اعتقد ان هم ممكن يوصلوا بعيد جدا في الشامبيونز ليج. ده اللي حصل في حلقه كلاسيكو الدوري. احنا موجودين على تويتر وعلى فيسبوك وعلى يوتيوب وعلى انستجرام على كأن كيف فنيين، ونشوفكم الحلقه اللي جايه. سلام.